السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل صيام. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض بصل الكشري. تمام. جبت البصلايه وقشرتها، بس انا بسيب الجزء اللي تحت ده علشان خاطر لما اجي اقطع البصل او اخرطه او اعمله يفضل مترابط معايا ومتماسك ما يفرطش مني. طبعا ولازم البصل طبعا يكون كله شرايح واحده، فانا بعمله بمكنه البطاطس او اجيب القشره دي واقسم البصلايه وابدا ان انا اقطعه بالشكل ده. المهم ان البصل عندي يكون شرايح رفيعه كلها سمك واحد علشان خاطر تقرمش كلها مع بعضها. وجبت معلقه سكر وشويه دقيق وشويه نشا وقلبتهم كويس قوي. سكر على البصل، ايوه، عشان يخلي البصلايه معاكي طعمها مسكر كده وطعمها حلو. طبعا استخدمت بصل احمر بصل ابيض، طبعا البصل الابيض بيكون افضل لكن لو احمر بيكون تمام. وبس كده، وبحمره في زيت. طبعا بختبره علشان يديني القرمشه. واهم تركه برضو، شفت الوصفه اللي في ايدي دي حلوه قوي، بتخليكي تتخلصي من اي زيوت، تعملي فيها بالشكل ده كده عشان تنزلي اي زيوت موجوده. بس كده تطلع معاكي البصلايه مقرمشه. سامعين؟